شوط مباراة أول الذي يأتي فيه بلبس الميرينجي، يأتي فيه مع ريال مدريد قبل أن يأتي شوط ثاني ويلعب مع فريق الحالي فريق السد. التاريخ الكبير كما قلنا لهذا اللاعب، الأرقام الكبيرة لهذا اللاعب بتواجده مع هذا الفريق، يعني أرقام يعني ممكن نتحدث عنها للاعب فاز. وهنا فرصة والواحد صفر يأتي عن طريق راؤول صاحب التكريم يسجل، والتكريم يأتي لهذا الفريق ولهذا اللاعب. سجلت في البطولة، سجلت بتواجدك وتسجل الآن من خلال هذه النسخة. يسجل راؤول في البطولات، يكون حاضر في البطولات. راؤول غونزاليز، راؤول يسجل في مرمى السد، يسجل الهدف الأول في هذه المباراة التكريمية. كارلو أنشيلوتي وتبادل الابتسام، وهنا راؤول غونزاليز بلانكو يسجل أول الأهداف له مع فريق ريال مدريد. يبدو أن الأمور قد تقنع كارلو أنشيلوتي، ونقول هاتوا يا السد، هاتوا السد، هاتوا ولدنا، نبغى ولدنا معانا. وهنا راؤول غونزاليز باستلهام الكبار وبثقة الكبار يسجل الهدف الأول. يأتي لمن هو أسس ولعب ومن ثم أدار الفريق كمدير فني حتى رئيس النادي، هو سانتياغو برنابيو يستي. هنا الكرة تصل أمامية سريعة لمصلحة ريال مدريد، والهدف الثاني يأتي من إسكو نجم إسكو اللي كان مع ملقا، يأتي الآن يسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 59. إذن هنا نتابع الكرة ومرت عرضية وحيدا، إسكو لعب له كرة رأسية على يسار سعد الشيب. هنا العرضية اللي كانت من دانييل كارفاخال، والعرضية مرت برأسية موجودة من إسكو، ويسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. يتقدم هنا إسكو وناتشو موجود، إلا أنه أيضا أمامنا هنا دانييل كارفاخال، وورقة أيضا موجودة مع الفارو موراتا بنزيما. هنا كرة أمامية فيها تدخل، حكم اللقاء يعطي استمرارية، إصابة كانت إصابة، وهنا ركلة جزاء يشير الحكم المساعد. دخول كان قوي الحقيقة، اللاعب دانييل كارفاخال دخول كان قوي الحقيقة على قدم اللاعب. هنا حوار مع حكم اللقاء السيد كارلوس فيلاسكو كاربالو، ولإصابة اللاعب دانييل كارفاخال، وركلة الجزاء اللي جاءت لمصلحة ريال مدريد. هنا نتابع أمامنا الكرة الماضية والدخول اللي كان من اللاعب عبد الكريم حسن وكريم بنزيما. على تنفيذ ركلة الجزاء لمصلحة ريال مدريد، والهدف الثالث من كريم بنزيما. كريم بنزيما الذي سطع نجمه مع ليون الفرنسي 2004 إلى 2009، 132 هدف مع ليون، أو 132 مباراة 58 هدف، ومع ريال منذ 2009 الهدف رقم 126 لها الآن يأتي من، أو الهدف رقم 57 من 125 مباراة، هي المباراة رقم 126 كأرقام نتحدث فيها عن كريم بنزيما وعن تواجده مع الفريق الملكي ريال مدريد. متعة في هذا اليوم، متعة للاعبين، متعة للمشاهدين والمتفرجين الحاضرين في ملعب سانتياغو برنابيو، ومتعة أيضا خلف الشاشات اللي تابعنا عبر قنوات الكاس. هنا في هذه المباراة كرة فيها هدف رابع الآن يسجل ريال مدريد بتسديدة موجودة من كارفاخال،
في اللقطة الماضية. أوزيل والتسديدة الأخيرة هنا من رودريغو من يأتي بالهدف الرابع لمصلحة ريال مدريد. يتقدم الآن بتسديدة على يمين الحارس. عدت هنا اللاعب أوزيل رودريغوز يسجل الهدف. هنا شوف الكرة اللي مرت، شوف الكرة اللي عدت في اليسار، مرور لمسة واحدة مرت لشباك مهند نعيم. يأتي الهدف الرابع لمصلحة ريال مدريد. 4 أهداف مقابل لا شيء في هذه المباراة التكريمية في كأس سانتياغو برنابيو. يتقدم الملوك. بدأ مع ريال بي، وكان مع ريال بي الفريق الثاني 68 مباراة، ولكن كان وجوده مع بايرن ليفركوزن في الدوري الألماني. هنا محاولة الآن لريال مدريد، فرصة لهدف خامس. برافو نعيم، والهدف الخامس قريب، والهدف بالفعل يأتي. مسعود أوزيل أو هنا من قبل لاعب رودريغو يسجل. يأتي بالهدف رقم 5. إذا 5 أهداف. شوف الكرة هنا رغم المحاولات إلا أنه يسجل الآن ريال مدريد. يتقدم الملكي ب5 الأهداف. إذا 5 مقابل لا شيء في هذه المباراة اللي تأتي في كأس سانتياغو برنابيو. إذا الإعادة، الكرة ما زالت داخل أرضية الملعب. بعد ذلك أتت العرضية ومن ثم راسية. هل كانت هناك لمسة يد؟ ليس القرار من خلال لمسة اليد، وإنما من خلال هذه الكرة المشتركة على اللاعب أحمد زريق. في الكرة الماضية أشار الحكم كريشانتا بيريرا ركلة جزاء لمصلحة العهد في هذه الأثناء. العهد اللي قطع وعد على جماهير القلعة الصفراء. هنا ركلة الجزاء، نور منصور على تنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات. منصور في هذه الأثناء أمام حارس المرمى الحارس فهد طالب، وفرصة هدف التقدم في هذا اللقاء، وفرصة أن تصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد في مجموع المباراتين، مباراة الذهاب وكذلك الأمر بالنسبة لهذا اللقاء هنا في مباراة الإياب. هنا منصور جول القلعة الصفراء، وهدف أول في هذه اللحظات. وهنا قميص عباس عطوي من لا يلعب في هذه المباراة يرفع من جانب صاحب الهدف الأول في هذا اللقاء اللاعب نور منصور. هدف أول يسجل لمصلحة العهد اللبناني. شاهد الكرة نور منصور، وكرة على يمين حارس المرمى الحارس فهد طالب، والذي ارتمى إلى اليسار ولكن الكرة كانت في اليمين. وهدف أول لأصحاب الأرض، وهدف أول للفريق الذي يلعب في أرضه وبين جماهيره، للفريق الذي يتأهل حتى هذه اللحظة إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. العهد اللبناني هدف، القوة الجوية لا شيء. العهد اللبناني هدف والقوة الجوية لا شيء. هنا البطولة بالنسبة لبطولة دوري أبطال آسيا. هنا عرضية، بعد ذلك المحاولة العراقية، جول هدف جميل، هدف رائع، هدف ولا أروع في هذه اللحظات لمصلحة القوة الجوية. نعم، هنا جماهير القوة الجوية تسعد وتفرح بهدف التعديل. بداية كانت من همام طارق بتسديدة كانت على الطاير، تصدى لها محمد حمود، لكن عادت عند حمادي أحمد، وحمادي أحمد لا يضيع أبدا مثل هذه الكرات. حمادي أحمد لا يضيع أبدا مثل هذه الكرات. هنا هدف التعادل لمصلحة القوة الجوية في هذه اللحظات، والمباراة تعود مرة أخرى مثل ما بدأت. هدف لهدف،
أصبحت النتيجة الآن، ولكن ياهو هدف لفريق القوة الجوية، ياهو هدف من جانب حمادي أحمد بعد كرة جميلة رائعة مثالية من جانب همام طارق. شاهد الكرة، يا سلام يا سلام يا سلام على التسديدة. بعد ذلك التصدي من حارس المرمى محمد حمود وصلت إلى حمادي أحمد، وحمادي أحمد لا يرحم، حمادي أحمد لا يرحم في كرات أصعب من هذه الكرة، ما بالكم بهذه الكرة السهلة. حمادي أحمد يتمكن من تسجيل الهدف الأول لمصلحة القوة الجوية، والهدف الثاني في هذا اللقاء لنادي القوة الجوية في نادي الجيش القطري. كرة وصلت من وسط الملعب لمصلحة نادي العهد اللبناني، هنا محاولة مستمرة والتصويب، جول! الله 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 الله! هدف ثاني لنادي العهد اللبناني، لكن ياهو هدف جميل، وياهي تسديدة قوية لا تصد ولا ترد، لم يتمكن منها الحارس فهد طالب. تسديدة كانت قوية من جانب اللاعب حسن شعيتو بالكرة الماضية، واللي صوب كرة لا تصد ولا ترد، وسجل الهدف الثاني لمصلحة العهد اللبناني في هذه اللحظات. قوية كانت الكرة، قوية كانت التسديدة، قوية كانت كرة الهدف الثاني لمصلحة العهد اللبناني. يا سلام يا سلام على التسديدة، ويا سلام على التركيز في التسديدة، ويا سلام على هدف ثاني لمصلحة العهد اللبناني، الفريق الذي يتقدم والفريق الذي يصل إلى النهائي. لكن ما زلنا في البداية، ما زلنا في شوط المباراة الأول، هناك ما زال الأمل كبير بالنسبة لنادي القوة الجوية العراقي، وما زلنا في أجواء هذا اللقاء المثير بين الفريقين. أقل من 20 دقيقة متبقية، كرة ترسل عالية والتصدي، جول! النيران الصديقة، النيران الصديقة هي من ينكوي بها الفريق العهد اللبناني. هدف بالخطأ من مدافع نادي العهد اللبناني، وهدف ثاني لمصلحة القوة الجوية في هذه اللحظات. هدف ثاني للقوة الجوية في هذه الأثناء بالخطأ مدافع نادي العهد اللبناني يسجل في مرماه، وبالتالي القوة الجوية هدفان العهد اللبناني، هدفان القوة الجوية العراقي. بهذه النتيجة هو من يتأهل. شاهد الكرة والعرضية من بشار رسن، بعد ذلك المدافع وين هذه الكرة يا نور منصور؟ وين هذه الكرة يا نور منصور؟ نور منصور من سجل بركلة جزاء هنا يسجل، ولكن بهدف عكسي، بهدف بالخطأ في مرمى فريق العهد اللبناني. أصبحت النتيجة الآن العهد اللبناني هدفان، القوة الجوية العراقي هدفان. تعادل. نور منصور وعاد كرة وصلت من الجهة اليمنى، تمريرة عراقية، انطلاقة سريعة، الثالث جول! خلاص تقريبا حسمت، خلاص تقريبا انتهت. بشار رسن يتمكن من تسجيل ثالث الأهداف لمصلحة القوة الجوية العراقي في هذه اللحظات. بعد نادي القوة الجوية العراقي يتمكن من تسجيل الهدف الثالث في هذه اللحظات. هنا الكرة وهنا الانطلاقة، بشار رسن إذن يتمكن من التسجيل. خلاص الأحلام تقريبا تبددت خلاص بالنسبة لفريق القوة الجوية، لأن العهد اللبناني عليه أن يسجل هدفين في قادم الدقائق من عمر هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، بعدما كان العهد متقدما، بعدما كان العهد متأهلا، بعدما كان العهد مسيطرا، بعدما كان العهد مستحوذا، بعدما كان العهد فرحا، بعدما كان العهد وجماهيره سعيدة.